اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل مع بعض غدا بقى من جوه التلاجة ومن جوه الفريزر. يعني مش هنغرم ولا مليم من غير ما تفكري ولا تحتاري ولا تكلفي. تعالي بس نسمي بالله كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا بقى الوراك اللي معايا دي اللي كنا متبلينها في فيديو التفريزات اللي نزل لكم قبل ده، تمام. ديكوا زي ما انتم شايفين اهو طالعه قدامكم. انا بس يا دوب سبتها كده تفك من بعضها، يا دوب فكت كده، وبقول لكم وهي عليها التتبيله زي ما انتم شايفين. هفككها بس من بعض كده وارصها على الشبكه بتاعه الفرن، احط حاجه كده من تحت زي ما انتم شايفين. انا بقى بنقي التتبيله دي كلها مجمده يا جماعه وجميله قوي، فحطيتها في اصاج من تحت. عايزه اقول لك الطريقه دي حلوه قوي وما بتاخدش وقت على فكره، وبتطلع معاكي الفراخ كانها جاهزه بالظبط. حطينا كوبايتين من الميه، حطينا ورقتين لوري وحبيتين من الحبهان، وندهن كده الوراك بتاعتنا كده دهنه من الايه، من الصلصه مع شويه زيت وبهارات. وخلاص على كده ندخلها الفرن. كل لما تستوي اكتر هتلاقي الدهون كلها نزلت في الصاج اللي تحت ده. ويا حبذا بقى لو حطيتي صينيه البطاطس اللي احنا هنعملها دي من تحتيها، هتنزل لك حبه بقى بهاريس كده وتطعمها لك. الله الله على الجمال. هنجيب هنا بصلايه، خرطناها كده حلقات. وبعد كده هنحط شويه من الملح ومعلقه من السماق ومعلقتين من الزيت، ونبدا بقى ندلك البصلايه دي كويس من السماق والزيت والملح. وبعد كده نبهر بهاراتنا بقى الطبيعيه خالص اللي بنبهرها في صينيه البطاطس، اللي هي كزبره، بابريكا، فلفل اسمر، السبع بهارات دي كده، معلقه صغيره جدا من الحبهان المطحون. وبعد كده برضو اندلك البصلايه كويس جدا. انا عايزه البصلايه تتطعم وتتشرب من كل البهارات دي، لان الطعم بيختلف جدا يا جماعه، بالذات في الصينيه دي. صينيه البطاطس دي بتاعت ايه، الانجازات والاكلات السريعه والغدا. اللي بصي يعني انت مثلا لو جايه من بره مستعجله، مش هتلاقي اسرع من صينيه البطاطس تعمليها مع شويه رز وتبقى زي القمر. هنجيب كده بقى قرن فلفل بعد ما خرطنا البطاطس، قرن فلفل كده بارد، وكمان هناخد قرن فلفل كمان كده سبايسي يحلي كده الكلام. وعايزه اقول لك بتخلي صينيه البطاطس اللهم بارك عليها ريحه وطعم. بس انت جربيها، واكيد يعني كلنا محترفين في صينيه البطاطس، سواء باللحمه سواء بالفراخ سواء من غير اي حاجه خالص زي ما هعملها دلوقتي. وهنقلب بقى البطاطس مع البصل مع الفلفل، وعايزه كله كده يبقى واخد نفس التتبيله والطعم، ونرصها بالشكل ده. بصوا بقى الجمال يا جماعه، اللهم بارك، عايزه كده تتاكل حاف. هننزل بقى كده بحوالي نص كيلو من الطماطم، عصرتها وصفيتها. وعايزه بقى تزودي طماطم اكتر من كده براحتك، بس انا بحبها ما تبقاش يعني ايه فيها سوائل كتير. وهنحط كده معلقتين زيت ومعلقه كبيره كده من السمنه، وما تنسيش كمان مكعب من المرق. وكده حطينا قرن فلفل وهندخلها الفرن. تعالوا بقى نعمل حاجه كده حلوه وسريعه في الصيف، انما ايه مش هتاخد كده حاجه ولا وقت ولا اي حاجه وكمان ولا تكاليف. حطينا 3 بيضات، حطينا كوبايه لبن، حطينا كوبايه سكر، وهنا كمان هنحط كوبايه الا ربع من الزيت. طبعا زيت يكون نوعيه كويسه ما يكونش ليه ريحه، وطبعا ما ننساش الفانيليا. وهناخد الكلام ده كله كده نضربه ضربه جامده في الخلاط. وبعد كده خلاص كده ضربناه لحد ما عمل فوم معانا. هنجيب كده كوبايتين من الدقيق ومعاهم نص كوبايه من الكاكاو. المهم لازم يتنخل الكاكاو يا جماعه، برضو زيه زي الدقيق لازم يتنخل عشان بيبقى مكتل شويه، فلازم نفكك التكتلات دي. وبعد ما نخلناهم كده نزلنا بكيس من البيكنج باودر، خلاص الكيس اللي هو 16 جرام، 16 ملي. وبعد كده هنقلب كل ده مع بعض ونحط كده ذره من الملح، ونقلب الكلام ده كله كده زي ما انتم شايفين، وننزل عليه بقى بالسوائل اللي احنا ضربناها في الخلاط. واهم حاجه بس يكون زيت نوعيه كويسه عشان ما يكونش ريحته مش حلوه في الكيكه. وهنقلب بقى الكلام ده كله كده لحد ما تديني القوام ده. بصوا القوام ده مظبوط جدا، وهتبقى معاكي ان شاء الله كيكه هشه وجميله جدا. وبعد كده ننزل بيها في صينيه مدهونه كده دهنه من الزبده ومعفرينها بالدقيق. وبعد ما تحطي بقى الكيكه بتاعتك او العجينه اللي انت ضربتيها، تهبطي عليها كده، تخبطي كام خبطه كده، وبعد كده تدخليها الفرن. طبعا شفنا بقى الوراك وهي كده خلاص خدت لون وبدات تدخل في التسويه. تعالوا هنا نعمل الجانش السريع او الجاتو شاتو اللي عملناه سريع دوت. هنحط هنا كوبايه، نص كوبايه من الزيت، كوبايه الا ربع من اللبن،
كوبايه الا ربع من السكر. وبعد كده هنضربهم، وما ننساش برده كيس الفانيليا بيدي طعم حلو قوي. هنحط كده الكاكاو تدريجي، يعني معلقتين معلقتين لحد ما تظبطي انت القوام. يعني ما تستعجليش وتحطي الكاكاو الاول، هتلاقيه تقيل معاكي والخلاط مش هيمشي سهل معاكي. وبعد كده حطينا الكاكاو معلقه معلقه لحد ما لقيته بالقوام ده، وسبته كده على جنب. تعالوا بقى نعمل حبه رز كده مبهرين. جبنا كده سمنه وزيت على النار سخنوا جدا، ونزلنا ببصلايه مضروبه في الكبه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا للرز المبهر، بهاراته سهله جدا. كركم، بودره زعفران، معلقه من السبع بهارات. بهارات فراخ بتدي طعم حلو قوي. حطينا ورق لوري وعودين من الحبهان وعود من القرفه. ما عندكيش عيدان قرفه حطي قرفه بودر، هتدي نفس النتيجه ان شاء الله. وهنشوح الكلام ده كله كده لحد بس ما تشمي ريحه البهارات، ما تسيبهاش لحد ما تتلسع معاكي او لونها يغير، عشان هتمرر معاكي. وبعد كده ضفنا مكعب من المرق، وهندي تقليبه واحده بس. وبعد كده ننزل بكميه الرز اللي احنا هنعملها، وابدأي بقى شوحي بقى في الرز. عايزه اقولك حبه رز بقى بلدي مصري تحفه، احلى من اي رز تاني. عايزه تعمليه برز بسمتي هيبقى زي القمر وكل حاجه، بس احنا بنقول اكلات اقتصاديه موجوده في البيت. يعني الرز المصري ده موجود في كل البيوت، فما فيش اسهل منه. وهننزل بقى بالميه السخنه على حسب مقدار الرز، يعني حطيتي كوبايه رز عليها كوبايه ميه، تمام. وبعد كده نظبط الملح ونغطي عليه. طبعا ما تنسيش ربع معلقه من الفلفل الاسمر مع البهارات اللي احنا قلنا عليها. تمام، خلاص الكيكه معايا استوت اهي وبقت زي الفل. طالما اتشققت كده اعرفي ان هي ناجحه معاكي. هنجيب بقى نخرمها كده بالخله، ماشي، اي خله سنان عندك، ما عندكيش ممكن ببوز الشوكه كده وتنغزيها كده. وبعد كده تسقسقيها من اللبن بعد ما تبرد، يعني تتعاملي مع الكيكه بعد ما تبرد. نعمل لها تشريبه كده الاول باللبن، وبعد كده بقى ننزل بالجانش الجميل ده اللي احنا عارفينه كلنا اقتصادي جدا وموفر جدا وبيرمي كميه حلوه قوي. بس عايزه اقول لكم معلومه، الكاكاو طلع مش حلو خالص، بس طبعا عشان اقفل معاكم الفيديو فاضطريت استخدمه. في كاكاو نوعيات احسن من كده اللي هو بيبقى غامق قوي، انا صريحه معاكم. بس هو جه معايا كده فاتح، هو المفروض ان الكاكاو يكون اغمق من كده. بس يلا، حلو وجميل، كان طعمه حلو برده وقضى نفس الغرض. هنجيب برده حبه جانش كده، انا عايزه كده الشوكولاته كده تنزل من كل اتجاه في الكيكه، تبقى حلوه قوي طبعا مع تشريبه اللبن. او لو مش عايزه تشربيها لبن ممكن تعملي شويه كده ميه بسكر على النار كده شويه، وبعد كده تسقسيهم للكيكه. هنجيب بقى حبه شوكولاته مبشوره ونزوق بيهم كده الصينيه بتاعتنا. عايزه اقولك طعمها حلو قوي، بالذات بقى لما تحطيها كده في التلاجة ساعه، يا سلام، تاكلي احلى كيكه مع كوبايه شاي بلبن بالليل، تفطري بيها الصبح، تبقى حلوه قوي في الايام دي. خلصنا الرز كده وغرفناه، وكمان الوراك كده معايا كانت طلعت خلاص من الفرن. بصوا بقى اللون ده وجماله. عايزه اقول لك بقى لو انت مثلا عندك التفريزات دي في الفريزر، واي ضيف جالك فجاه بتطلعيها وبتعمليها من غير ما تنزلي وتروحي وتيجي، انت بتوفري وقت ومجهود. وهو ده اسلوبي في التوفير يا جماعه. اي حاجه في البيت نعمه وفضل وخير من عند ربنا، لازم نحافظ عليها اول حاجه. ولازم كمان بيوتنا تبقى مليانه وعمرانه حتى باقل التكاليف. واديكم شايفين بقى الصينيه، وادي صينيه البطاطس حطيت على وشها ورك كده حلو يحليها، وادي صينيه الكيكه بالشوكولاته حلوه جدا. اكلت صيفيه بقى خفيفه كده، ما خدتش بقى وقت وكتير ومجهود، وحاجه كده ايه صيفيه جميله. وادي البطاطس بقول لكم مستويه، وما تقلقوش يعني، هي بس الوش بتاعها لون، خد لون شويه، لكن هي جوسي وجميله ومستويه. وطعمها حلو قوي مع التتبيله اللي احنا عملناها بالبصل، مديها تطعيمه حلوه قوي. زي ما انتم شايفين ادي الكيكه بتاعتنا بقول لكم بقى طريه قوي من جوه، اللبن مديها كده شخصيه وطعم حلو، والشوكولاته بقى نازله كده غرقانه فيها. يعني تغمسي كده الصوص ده كده بالكيكه وتاكليه بالف هنا. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم في فيديو جديد، احلى واجمل متابعين.